المباراة التي انتهت بفوز فريق نادي النصر بهدفين لهدف واحد بمباراة دارها الحكم اليوناني الأشبه بصراحة من المصارع منه إلى حكم كرة القدم. عبد الله الشريدة، بداية الشوط الثاني أداء الهلال أعتقد تحسن نسبيا إذا ما قلنا بنهاية الشوط الأول من المباراة. نسبيا تحسن عن الشوط الأول، بس ما في ذاك الخطورة اللي كانت الهلال. ما قلت لك هي العوامل اللي كانت تساعد الهلال بالفوز ما ظهرت مستواه الموسم هذا، فالهلال ما ظهر مستواه وين هدم حق نادي النصر. حقيقة قلت لك نادي النصر قدم مستوى كبير من مباراته مع نادي الشباب. والاسلوب اللي لعب فيه مباراة الشباب والاسلوب اللي لعب فيه اتوقع انه لو يقول يمكن اختلف مع بعض لانه فاجأ لاعبين الهلال. لا، ما فاجأ لاعبين الهلال اكيد شايفين النصر، متوقعين النصر حتى من السنوات الاخيره ان النصر ضد الهلال يكون وضعه غير. ان هذه المفروض اللاعبين يدركون الشيء هذا ولا يستنون اي مفاجاه من فريق نادي النصر. تتفق معي ان اليوم والهامسون لعب اسوء مباراه لهذا الموسم؟ والله انا اتوقع انه افضل السيئين حقيقه. والهامسون هو اللي حاول. طيب ليش غير المدرب؟ ليش غير المدرب اذا كان افضل سيء؟ مدرب ما اتوقع انه تفكيره خلاص الوقت هذا لابد انه يضحي في العيب. هو الان هو غير مشكله المدرب انه الاسلوب اللي كان يعتمد عليه في المباريات الاخيره اللعيبه ما ادوا اليوم. وغير كذا اللي كان انطلاقات عنه الهامسون هو اللي كان تقريبا الممول الرئيسي لهجمات نادي الهلال وميزه نادي الهلال. اتوقع اليوم ما يمكن ما ظهر مستوى ولا بد انه يكون في تغيير سواء من ياسر او نفيز او الهامسون. هم كلهم سيئين، هي سيئاتهم هم بس هي تغيير لتدعيم الهجوم. اتوقع ان اللاعبين ما ساعدوا المدرب اليوم باي شيء حقيقي. اندفاع كابتن لاعبي نادي النصر في هذه المباراة غير طبيعي، روح معنوية عالية اعتقد لم نشاهد فيها النصر في اي مباراة سابقة هذا الموسم. مو انا قلت يعني انا هذا السبب اللي يخليني انا اقول مفاجأة. نحن ما احنا متعودين على نادي النصر امام الهلال انه يلعب بهذا يعني او بهذه الروح والقتاليه العاليه جدا، العاليتين جدا جدا جدا. يعني نحن متعودين العكس، انه الهلال هو الذي يبادر، الهلال اللي هو وان كان اخر مباراه مثلا كان النصر متقدم، ولكن لما يتقدم يعود الهلال ويشكل خطوره ايضا الهلال على نادي النصر، وبالتالي يعني مستوى اللاعبين وقتاليتهم وروحهم تنزل. اليوم من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 95 من الشوط الثاني ونحن ما شفنا حتى البدلاء في نادي النصر. البدلاء اللي دخلوا في الشوط الثاني بصراحة كانوا إضافة كبيرة لمصلحة نادي النصر. لذلك النصر اليوم كان مثالي في جميع ما قدموا وجميع خطوط في التنظيم الدفاعي وفي يعني عدم المبالغه الهجوميه. انت لو سالتك انا اخو محمد كم مره حسين عبد الغني هاجم؟ قليل. كم مره ماجد هزازي هاجم؟ في مباريات اخرى نشاهد حسين عبد الغني يهاجم كثير، الهزازي الظهير الايمن ايضا يهاجم كثير، مضبوط ولا لا؟ كم مره كنا نشوف فيجارو